السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ وصفة جديدة من وصفات يوميات ليلي والزوز. اللي انا حطيته في البولة ده عصير بصل، عصرة بصلة واخدة المية بتاعتها عشان هنعمل مع بعض النهاردة البني. هنعمله بطريقة سهلة خالص. هحط عصير البصل زي ما قلت لكم، كمية الملح اللي انا محتاجاها تمام، وهحط كمان بهارات فراخ عشان طبعا البانيه فراخ اهو. خلاص معلقه كده صغيره من توابل الفراخ زي ما احنا شايفين كده، وطبعا بقى شويه كده من الكمون برضو بيبقى حلو جدا في البانيه، بسيط كده ما تكتريش اهو. وشويه فلفل اسود. فلفل اسود بقى بيحب البانيه، يعني عايزه تكتري كده تحطي معلقتين حطي مفيش مشكله خالص اهو. كمان شويه كده تمام. يبقى انا حطيت ملح، بهارات فراخ، كمون، فلفل اسود، وهحط كمان مكعب مرق. طبعا ممكن تستغني عنه عشان انت حاطه بهارات فراخ، بس انا عشان عندي موجود يعني خلاص حطيته. وعصرة ليمون طبعا بيدي طعم حلو جدا في البانيه حسب ما انت عايزه. طبعا بقى هضيف البيضه، كوبايه من اللبن حسب الرغبه تمام اهو، كوبايه من الزبادي او معلقتين زبادي لو عندك كميه يعني. وهقلب كل الحاجات دي كده مع بعض لحد ما تمتزج خالص. طبعا بقى غسله البانيه كويس جدا ومصفياه من الميه، وهبتدي احط الكميه كلها في الخليط اللي انا عاملاه ده وهسيب. طبعا بقى حطيت البيض واللبن والزبادي وكل الحاجات دي كلها، هاخد من الخليط ده على البقسماط على طول وعلى الزيت. مش هحط بقى ايه اشيل من الخلطه احطه في البيض واعمل موال، لا انا كده خلاص مظبطه الدنيا خالص اهو. وطبعا ريحتها حلوه جدا. اي مكون عايزه تشيليه من الوصفه شيليه. ممكن عايزه تستغني عن اللبن مفيش مشكله، الزبادي مفيش مشكله، البيضه اللي انت عايزه تشيليه شيليه، او الموجود عندك بالمعنى الاصح اعملي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجه. خلاص كده ممكن اضيف بقى شويه كده حسب الرغبه برضو معلقه من البابريكا اهو. خلاص تدعم اللون والطعم معايا برضو شويه كده، وهسيبهم بقى الوقت اللي عندي ساعه ساعتين. عايزه اعمله دلوقتي مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي معايا البقسماط اهو، طبعا ده البقسماط العادي بتاعنا. معايا كيس فيجيتار هاخد منه شويه عشان يبقى ايه تشكيله كده بقسماط على فيجيتار. ما فيش فيجيتار اعملي بقسماط بس، حابه تعملي فيجيتار بس اعملي. خلاص دلوقتي هبدا اخد من الخليط ده بقى البانيه وهشربها كده ايه التتبيله ما احنا شايفين كده مع بعض. نسقيها خالص كده وهبدا انزل بقى ايه في الطاسه، طبعا على زيت سخن وانزل على طول. اول دقيقتين 3 كده على نار عاليه قوي، وبعد كده هدي النار وسط كده عشان يستوي براحته ما يتحمرش من غير سوا زي ما احنا شايفينه كده. بالشكل ده كده. طبعا بقى هبدا اعمل كده اهو شويه وهوطي النار عليه زي طلع كده بالشكل ده معايا من غير قشره ولا اي حاجه اهو. نزله بقى في طبق كده عليه مناديل عليه بقدونس اي حاجه عندي. شايفين طلع تحفه جميل جدا ازاي. جربوا الوصفه هتعجبكم، والمكونات اللي انا حطاها والطريقه طبعا طالع تحفه جدا زي ما احنا شايفينه كده مع بعض. وان عجبكم ما تنسوش اللايك. مع السلامه.